آمنوا كتب عليكم الصيام ولم يكون في كل شيء وسطه وكلوا واشربوا. قال صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه له في شعبان تحدث إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يبقى أقل من 7 ما يجيش، ده قول فصل. واحد يقول لي انتوا بتطفشوا العيال والعيال يطلعوا مش عارف ايه. احنا ما بنطفش العيال، احنا بنقول ان الطفل اقل من 7 سنين ما عندوش وعي انه يعرف قدسية بيت ربنا سبحانه وتعالى، فيبقى مؤدب ومحترم في بيت ربنا. لكن لما يبقى عنده 7 وابوه يقول له المكان ده ما ينفعش ان انت ترفع صوتك فيه ولا تزيط فيه ولا تعمل الغلط فيه، يبقى واعي الكلام ابوه. فالمصطفى حدد السن، قال السن كام؟ يجي واحد يقول لي هجيبه عنده 4 سنين ولا يا عم، المصطفى قال 7. انت تعرف اكتر من المصطفى؟ سبحان الله العلي العظيم. هو قال 7. ابنك عنده 7 سنين علمه الصلاة، وصل 7 علمه الصلاة، لما يوصل 10 اضربه على الصلاة. يبقى إذا الموضوع يا جماعة مش مستاهل يعني لا نقاش ولا جدال ولا كلام. مصطفى حدد السن، والسن دي اللي هو سن الوعي، انه يوعى انه ببيت ربنا. ده احنا عندنا شباب ما شاء الله يعني طولي انا دورين، وما شاء الله ما يعملوا في الصلاة مع بعض عمايل. انا مش عارف ازاي الكلام ده، يعني هم حد ما سمعوش ابدا في حياتهم ان دي صلاة، يعني عبادة، يعني شعيرة من شعائر ربنا، يعني نوقر ربنا. ده سيدنا نوح لما دعا قومه قال لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا. فين تعظيم ربنا يا اخوان؟ ما ينفعش الكلام ده. وانا بطلب من الاستاذ محمد تبقى تاخر ما بين الاذان والاقامه، تحددوه بوقت يا اخوان، عشان انتوا بتخلصوا صلاه العشاء. جميع المساجد في البلد ما بداتش صلاه اساسا، فانتوا حددوا وقت بين الاذان وبين الاقامه، علشان كل الناس شاكه ما يقولوا بمجرد الاذان الاقامه بتقوم على طول. ما نعرفش الحكايه دي ازاي. ثم كمان يا جماعه وانتوا بتصلوا ليه ما تجربوش بين الصفوف؟ ليه بين الصف والصف 1.20 سنتي ولا 1.25 متر؟ يعني انتوا توسعوا بين الصفوف، واللي داخل علشان يصلي ما يلاقيش مكان يصلي فيه. ده مش ممكن يا جماعه. ده المصطفى صلى الله عليه وسلم شبه المسلمين بالجسد الواحد. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ثم في حتة كمان، الصف ما يكملش لحد الحيطة البحرية. هو أنا دلوقتي داخل وأنتم ما تصلوا، أنا مش عارف أخش جوه المسجد علشان أصلي ورا. ليه؟ الصف كامل لحد الحيطة، واحد لازق في الحيط. طب أعمل إيه أنا؟ أنا دلوقتي داخل من الباب اخش جنب الحيطه البحريه دي، في واحد لازق في الحيطه ما يصلي. طب انا اعمل ايه؟ مش ممكن يا جماعه. ليه ما فيش نظام ولا الناس حاسه ببعضيها؟ يا اخي انا جاي من مشوار بره البلد وجاي عشان اصلي في الجامع، ما اعرفش ادخل اصلي؟ ليه كده؟ بينك وبين الحيطه بينك وبين الحيطه اقل حاجه نص متر، يعدي منها اللي هيمر من البوابه دي ويخش جوه يتوضى ويصلي، او هيخش يصلي. هخش انا ازاي يعني؟ وتفوت عليها صلاه الجماعه بسبب ان في واحد لازق في الحيطه البحريه. تعرفش ايه الحكايه دي؟ فيا جماعه جربوا بين الصفوف شويه، خلوا بين كل صف وصف متر الا ربع. انت يكفيك في سجودك كده متر الا ربع، يبقى بين الصف والصف متر الا ربع. نوفر صفين ورا، الناس كلها تصلي مرتاحه وما يبقاش فيه قلق ولا دم يزق في ده ولا دم يضرب في ده. وانا بكرر ندائي للشباب، الجامع من ورا ربعه ما فيهوش صلاه خالص اطلاقا. الصلاه اذا ما كانش فيها سكينه واطمئنان ووقار، انت مش مغصوب على الصلاه دي، مش عايز تصلي ما تصليش. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، غني عنا وعن عبادتنا وعن أمثالنا. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.
لكن الهرجله ببيت ربنا ما تصحش. انت لو في بيت العمده هتبقى محترم، لو في بيت معمور المركز هتبقى محترم، اشمعنى بيوت ربنا؟ انا اظن ان انا اروح اعيد صلاه العشاء في البيت، علشان اللي انا صليته ده ما كانش صلاه، ده ما كانش صلاه يا اخوان. مساله مش مساله ان انت تطلع بدري من الجامع. هو انت هتطلع بدري هتعمل ايه يعني في رمضان؟ ايه اللي انت عايز تعمله في رمضان يعني؟ ده رمضان ربنا عمله عشان العباده، عشان يبقى وقتك كله زي ما كانش نوم يبقى عباده. مستعجل ليه وقلقان ليه وعندك امراض نفسيه ليه؟ هو في تعابين ما تجرسنا هنا؟ هو في ايه يا جماعه؟ مش بالطريقه دي. هون على نفسك رويدا يا اخي، رويدا على المهل، مش كده. الضرب اللي ما يحصل ورا والهزار وقله الادب اللي ما تحصل ورا دي ما تصحش. نمنع العيال يا شيخ حماد، العيال دي ما تخش شباب كبيره. انا ما بتكلمش عن عيال صغيره، انا بتكلم عن شباب. فين توقير بيوت ربنا؟ فين توقير ربنا؟ فين تعظيمه؟ اوعى تفكر ان كل واحد فينا بيصلي بياخد اجر صلاته كامله عند ربنا. ده المصطفى قال، اديني بقول المصطفى ومكسلين يصلوا على المصطفى. ده المصطفى قال ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها. يعني انت مالكش من صلاتك غير الجزء اللي انت ركزت فيه. في واحد كان لما يقرا الفاتحه ودماغه انا هودي واجب لمين ولا لمين ولا لمين، المواجب كترت عليا واروح فين واجي منين، وهو ما يصلي الفاتحه مش عارف هو ما يقول ايه. الحمد لله رب العالمين، يا هو مش مع الحمد لله رب العالمين ولا مع اياك نعبد واياك نستعين، هو مع المواجب. اذا فليس للمرء من صلاته عند الله الا ما عقل منها، اللي ركز فيه بس هو المكتوب له. ولذلك ربنا يقول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم. طب واللي مش خاشع ترد عليه صلاته يا اخوان، وترد عليه في خرقه باليه. مش كده يا اخوان؟ احنا في اول رمضان عايزين رمضان ده نغتنمه. انت عارف هتعيش لرمضان الجاي ولا لا؟ ده الجماعه الاموات في القبور يتمنوا ان يرجعوا يوم واحد ويسيبوا كل املاكهم اللي كانت عندهم في الدنيا مقابل يوم واحد من رمضان. يجينا احنا رمضان نبقى بالهرجله دي جوا بيوت ربنا، لا في لا تعظيم ولا وقار ولا احترام. وده كله عشان ايه؟ انا نفسي افهم حد يقول لي سبب مقنع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا الأحوال، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.